ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده حاجه كده على طول بنعملها، بس دايما بنجيبها لكم بطريقه غير اندومي، بس بطريقه بقى ايه، هبده جديده وافتكاسه رايقه. هنجربها مع بعضينا نشوف هتنفع ولا ما تنفعش. احنا يعني يعتبر عملناه مرتين او ثلاثه على القناه، فانت لو لسه ما اتفرجتش على الفيديو هتلاقيه في الاي اللي فوق هنا او في الاي اللي فوق هنا، معرفش هتظهر لك فين بس هي هتظهر وخلاص. بس قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب، عشان ده فعلا بيساعدنا جدا وبيشجعنا ان احنا نستمر ونكمل في المحتوى اللي احنا بنقدمه دوت. ومن غير ما نرغي اكتر من كده، يلا بينا على طول نشوف الوصفه مع بعض. اول حاجه معانا يا جماعه هننزل بتوابل الاندومي في طبق كده لوحده خارجي بره. بعد كده هننزل عليه بمعلقه شطه، وممكن تلغي الشطه لو انت ما بتحبهاش، دي اختياري. وهننزل عليهم برشه زيت زيتون صغيره. بس كده كفايه قوي. وفي الطاسه الجميله بتاعتنا هننزل بالاندومي نسلقه ومن غير توابل ومن غير اي حاجه. هنسيبه شويه، هنديله نص سلقه بس مش سلقه كامله. بعد ما اتسلق نص سلقه معانا هنصفي نص كميه الميه دي. بعد ما صفيت الميه هتنزل يا معلم عليها بشويه عصير طماطم، وانزل عليها بمعلقه صلصه، معلقه حلوه كده، واديها تقليبه بقى لحد ما الاندومي كله يبقى لونه احمر. ايه دي؟ ايش هذا؟ قطعه طماطم. الخليط ما خلطهاش حلو. اول لما الصلصه تتخلط كويس قوي مع الاندومي هتنزل عليه بشويه بابريكا كده، رشه حلوه كده عشان الدنيا تحمر. ايوه، ان شاء الله عليك نبيها قوي. اديها تقليبه وكده كده خلاص استوى. جيب الاندومي الجميل بتاعك وانزل بقى يا معلم على التوابل اللي احنا عملناها قبل ما نبدا الاندومي، قبل ما نعمل ونسويه. وهتنزل عليه بقى برشه صويا صوص صغيره قوي، يعني نقطه بس كده. نديله بقى تقليبه حلوه كده عشان التوابل كلها تخش في بعض. دلوقتي بقى ندوق نقول لكم هل التجربه والهبده الجديده دي نفعت ولا فشلت. يلا بينا يلا. بس مبدئيا كده هو ريحته تحسه ايه، سباكيتي. شفت مكرونه السباكيتي اللي احنا بنعملها دي بالصلصه واللحمه المفرومه بالظبط. شويه اصغر بس عشان ايه، سخن موحوح. ايه ده؟ ايه؟ انا في ميكس غريب قوي ضرب في دماغي. انا مش عارف احدد انا باكل اندومي ولا باكل مكرونه بصلصه ولا باكل سباكيتي ولا باكل ايه بالظبط. ايه ده؟ لا احنا ندوق تاني. يفضل يقول لك ادوه تاني لحد ما يبقاليش حاجه ادوقها انا. ايه ده؟ المعلقه التانيه اللي انا اخدتها غير طعم الاولى اللي انا اخدتها. ده طبق ملبوس. لا انت تيجي تدوق، لازم توري الناس، لازم تحس باللي انا ما... في حاجه غريبه يا جدعان. يعني ايه المعلقه الاولى غير المعلقه التانيه؟ هو اولا ريحتها غريبه، لا منها ريحه اندومي ولا منها ريحه صلصه، لا ريحه الاندومي. ادوق. ايه ده؟ ايه ده؟ عرفت انا كنت بستغرب ليه؟ انا مش بهزر على فكره. يا طعمها غريب بس طعمها حلو بامانه، بس انا مش عارف الصراحه هو ده يعتبر ايه. هو طعم ده جديد عليا، معرفش ازاي الميكس ده اتعمل اصلا. ودي اخرة تألفنا في المطبخ. لا بس جامده. تحس ان انت عصر عليها ليمون بس مفيش ليمون خالص. انا نسيت احط ليمونه. انا فعلا نسيت احط طب ليمونه. والله العظيم طعمها كأن فيه ليمون. ما هو بص، انا في نيتي انها كانت تطلع مظبوطه فطلعت مظبوطه. حط ايدك تحت بوقك عشان ما تفطرش. انت هتاكل منه؟ تخيل. انا شبعت اصلا بجد. طب مصلحه. قول يا ابني. عيب. بقول رايي الاول. الشطه جامده قوي. وبعد تعمق في الطعم اللي احنا دقناه دوت، هي مبدئيا كده طعمها ميكس غريب. ما تفهمش، هي فيها مزازه ليمون، تحس ان انت حطيت عليها ليمون بس انا ما حطيتش ليمون وما حطيتش توابل فيها المزازه بتاعت الليمون، فالميكس ده غريب بالنسبه لي. بس الصراحه يعني عامله ميكس شغل جامد قوي، لازم تجربوها. يعني هي اكيد في ناس مش هتعجبهم بس في ناس تانية هتعجبهم جدا. انا شايف انها تستاهل التجربه بصراحه، واديها يعني 8 من 10 ولا 9 من 10. 9 من 10. 9. ده انا اللي عاملها يا جدع. ما تزعلش يا حبايبي. ده انا اللي ده عاملها. الواحد في المية ده بس عشان خاطر ايه؟ المكونات جايبه من بره. فانصحكم وبشده ان انتوا تجربوها. بس كده يا جماعه، الفيديو النهارده هيكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. وكالعاده بقى يا باشا، لو انت عندك افتكاسه جديده، هبدا تجربه فاشله وخايف تجربها عشان ممكن تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس حالا، او ابعت لي في رسائل انستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن برضو، وانا اجربها واولع في نفسي وفي بيتي وفي سيزوني اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك انت. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. كنت هتوقع الاضاءه الله يخرب بيتك. ماشي جامد يا ولو.